عايزة تملي بيتك خير وحاجات جميلة نضيفة في البيت تعمليها، هاتي 3 كيلو لبن وهقولك تعملي بيهم ايه. وعلى فكرة انا كنت جايبة 2 كيلو ونص بس، ماشي؟ عشان محدش يقولي اشمعنى 2 كيلو ونص، هي الازازة كانت 2 كيلو ونص، ماشي؟ عايزين تتفرجوا على الفيديو هتلاقوه على قناة سر الطبخ مع ماما بالتفصيل. بصوا يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، اللبن ده لبن بقري لونه اصفر، بس على فكرة التليفون مش موضحه قوي، مش شايفين القشطة اللي على الوش دي؟ دول 2 كيلو ونص، ماشي اهو. ده انا عاملاه ازاي يا جماعة عشان بس ماسكة التليفون. ده لبن كان مجمد، ما ينفعش لبن يكون مغلي قبل كده، لبن مجمد وسبته لما فك خالص خالص يعني تحاول تخليه بدرجة حرارة الغرفة عشان مش هنحطه على النار. هتسخني الفخار ده جامد جدا وتسخني الفرن على ايه يعني، على سخونية عندك، يعني تسيبيه كده بتاع نص ساعة كده ولا حاجة، وبعدين تقومي جاية حاطة اللبن فيه وتقومي جاية مغطياه وحطاه في الفرن، ويكون معاك الطاجن سخن ويكون الفرن سخن، ماشي؟ وهتسيبيه بقى ايه دوت. انا كنت عاملاه من بالليل، من ليلة الخميس لحد يوم السبت الصبح، ماشي؟ يعني شوفي بقى كده حوالي ايه يعني يومين. اللهم صل على النبي. هناخد بقى الايه اللي على الوش ده كده، دي هتعمل منها ان شاء الله، هيتعمل منها الايه ديت اسمها القشطه، هيتعمل منها الايه، هيتعمل منها الزبده ان شاء الله. اما الطبقه اللي تحت دي كريمه، دي كريمه اهي، دي الطبقه دي التانية، دي كريمه. الكريمه دي ممكن تعملي بيها ايه؟ الكريمه دي ممكن تحطي منها حته على حته حلاوه، على حبه عسل ابيض، بالهنا والشفا. ممكن لو عندك حته جبنه قريش ناشفه في التلاجة، تاخدي حته من دي على حته من دي كده، حولتيها جبنه كريمي. واحنا ان شاء الله بردك هنعمل الايه، هنعمل بردك جبنه من هنا، هناخد منها حته نعملها جبنه قريش وحته نعملها ايه جبنه كريمي. وهنعمل ايه تاني بايه اللهم صل على النبي، الشرش طبعا مش هيترمى، هناخد منه حبه نعمل بهم شويه قرص، حبه هنغليهم ونسيبهم يبردوا ونضيفهم على برطمان المش، ماشي؟ وعايزه اوريكم بردك برطمان المش بتاعي لو حد عايز يعني ايه يعمل زي كده ما انا بعمل. بصوا يا جماعه، في حاجه نسيت اقول لكم عليها، بعد ما تطلعوه من الفرن تحطوه شويه في التلاجة كده ساعتين ولا حاجه، عشان ايه القشطه تتمسك معاكم. بص ديت اللي ايه اللي انا طلعتها، هي القشطه اللي فوق، وديت ايه تعتبر الكريمه اللي تحت، كانت الطبقه اللي كانت تحتيها، مش يعني الكميه كويسه مش وحشه بالنسبه لده اللبن ايه، لبن بقري، ماشي؟ هعمل ايه بقى دلوقتي؟ جبت هنا حته طرحه عندي نضيفه، وعندي هنا المصفى، تحتها طبق يكون ايه يعني يكون عميق عشان يحرك، عشان هينزل شرش ياما، ماشي؟ وتحطوه بقى كده وتربطوه كويس وتحطوا عليه فوق منه حاجه تقيله. لو عندك طاجن فخار ممكن برضه تحطيه فوق منها، تكون اصغر من ده شويه، ماشي؟ يلا يا جماعه، الجبنه ايه اللي انا عملتها كلها كريمي، حطيت عليها الكريمه اللي انا طلعتها، وكان عندي حبه وش لبن صغيرين كده حطيتهم عليها، يعني بسم الله ما شاء الله طلعت يعني حبه حلوين اهم، واكلت منها كمان، ماشي؟ عملنا بقى ايه فطيره اهو انا كنت قايله لكم قبل كده على طريقه الفطير كذا مره الفطير ده انا عجنته بالميه، اما عملت قرص كمان، القرص عجنتها بالشرش بتاع اللبن، والحبه اللي اتبقوا حطاهم على النار اهمت عشان اعملهم من المش، مش هبقى اوريكم برضك مستمر المش. الملح انا حطيته على الجبنه، ما حطيتوش ما حطيتهوش وهو بيصطفى عشان ما ما يحدقليش الشرش، ماشي؟ عشان انا عملت بيه القرص، مش عايزه القرص تبقى حادقه. ولما اجي احط بتاع المش هبقول لكم انا برضك عملت في الشرش بتاع المش ايه. دي حبايبي القرص اهيت، معلش انا ما عملتهاش معاكم بالتفصيل، انا عاملاها معاكم في فيديوهات قبل كده، دي قرص طريه، ماشي؟ بصوا اللي هي السيرز اللي ملهاش سمسم ديت ساده من جوه ما فيهاش حاجه، لكن اللي عليها سمسم دي محشيه من جوه عجوه، وعليها رشه سمنه كده على حبه سمسم محمصين، ماشي؟ ادي الفيديو بتاعنا، بس انا لسه ما وريتكمش المش صحيح، والله ما فاضيه النهارده طول النهار عماله اشتغل، ماشي؟ هوريكم برضك المش اللي قلت لكم عليه. برطمان المش يا جماعه اهو بتاعي الصغنطوط دوت اهو، حاطاه باب التلاجة يعني عشان ما احطلوش بقى مواد كيماويه ولا حاجه، اللي هو الكنكار والحاجات الوحشه ديت،
فانا حاطاه في التلاجة يسيب الشتا عشان ما يجرالوش حاجه. ماشي اهو زي ما هو كده، هو بالطبيعه بتاعته اهوت. اقول لكم انا كنت عامله ازاي. كنت جايبه ربع كيلو مش قديم، ماشي، من عند اي فلاحه كده، ربع كيلو بس، ما كنتش جايبه كتير. ماشي بقى، انتوا عايزه تزوديه بتزوديه ازاي؟ بتجيبي بقى الشرش دوت او اي حبه لبن بايظين عندك، مش شرط شرش. الشرش ده انا غليته وسبته يبرد. هتزوديه ايه؟ هتزوديه شطه اهي، شطه اللي هي الناعمه دي اللي من عند العطار. وهتزوديه ايه كمان؟ كركم. انا هكمل تاني، هحط تاني بس عشان ماسكه التليفون. كركم اهو يا جماعه، ماشي. وبردك الملح اهو، هحط له ملح، ماشي. يعني قولي كل كوبايه شرش كده كوبايه ايه، معلقه ملح، ماشي اهو. مش هتقلبيهم وتضيفيهم على المش. عايزه تقلي المش هتقليه بايه بقى؟ اي بواقي جبنه عندك، جبنه تركي، جبنه قريش ناشفه مفرفته اللي هي بتنشف دي، اللي محدش برضه ياكلها في الاواخر كده دي، حطيها. ماشي، ما عندكيش ده ولا ده، هتعملي ايه؟ عارفه الجبنه اللي هي الفته اللي هي الصغننه دي اللي في العلب؟ تجيبي لك علبه صغيره كده ودوبيها في قلب المش، هتقلوا لك وهتدوا طعم كريمي كده حلو. ماشي، ما تستغربوش من حكايه الجبنه ديت. ماشي. عندك حته مرطه، حطيها. بصي المش ده هيلملك اي بواقي في التلاجة. ماشي. عندك حته مخلله مش نشفت في التلاجة، ما حدش عايز ياكلها، حته فلفله، حته زيتونه، ليمونه، خيار، اي حاجه عندك مش عايزاها حطيها في قلب البرطمان المش ده. مش شرط بقى تعملي برطمان. هو بص انا عايزه اوريكم حجم البرطمان بتاعي قد ايه اهو، صغير خالص جدا يعني اهو. ماشي. يلا متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه. برطمان المش يا جماعه اهو بتاعي الصغنطوط دوت اهو، حطاه باب التلاجة يعني عشان ما احطلوش بقى مواد كيماويه ولا حاجه، اللي هو الكنكار والحاجات الوحشه دي. فانا حطاه باب التلاجة يسيب الشتا عشان ما يجرالوش حاجه. ماشي اهو زي ما هو كده، هو بالطبيعه بتاعته اهوت. اقول لكم انا كنت عامله ازاي. كنت جايبه ربع كيلو مش قديم، ماشي، من عند اي فلاحه كده، ربع كيلو بس، ما كنتش جايبه كتير. ماشي بقى، انتوا عايزه تزوديه بتزوديه ازاي؟ بتجيبي بقى الشرش دوت او اي حبه لبن بايظين عندك، مش شرط شرش. الشرش ده انا غليته وسبته يبرد. هتزوديه ايه؟ هتزوديه شطه اهي، شطه اللي هي الناعمه دي اللي من عند العطار. وهتزوديه ايه كمان؟ كركم. انا هكمل تاني، هحط تاني بس عشان ماسكه التليفون. كركم اهو يا جماعه، ماشي. وبردك الملح اهو، هحط له ملح، ماشي. يعني قولي كل كوبايه شرش كده كوبايه ايه، معلقه ملح، ماشي اهو. ماشي، وهتقلبيهم وتضيفيهم على المش. عايزه تقلي المش هتقليه بايه بقى؟ اي بواقي جبنه عندك، جبنه تركي، جبنه قريش ناشفه مفرفته اللي هي بتنشف دي، اللي محدش برضه ياكلها في الاواخر كده دي، حطيها. ماشي، ما عندكيش ده ولا ده، هتعملي ايه؟ عارفه الجبنه اللي هي الفته اللي هي الصغننه دي اللي في العلب؟ تجيبي لك علبه صغيره كده ودوبيها في قلب المش، هتقلوا لك وهتدوا طعم كريمي كده حلو. ماشي، ما تستغربوش من حكايه الجبنه ديت. ماشي. عندك حته مرطه، حطيها. بصي المش ده هيلملك اي بواقي في التلاجة. ماشي. عندك حته مخلله مش نشفت في التلاجة، ما حدش عايز ياكلها، حته فلفله، حته زيتونه، ليمونه، خيار، اي حاجه عندك مش عايزاها حطيها في قلب البرطمان المش ده. مش شرط بقى تعملي برطمان. هو بص انا عايزه اوريكم حجم البرطمان بتاعي قد ايه اهو، صغير خالص جدا يعني اهو. ماشي. يلا متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه.